السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. يا ترى دلوقتي لو أنا شغالة على كمبيوتر وقدامي اختيار من اتنين، أول حاجة إن أنا هتابع خطوة بخطوة لحد ما أخلص المشروع اللي أنا بعمله، أو إن أنا دلوقتي هعمل برنامج والبرنامج ده اللي هيتابع الخطوات كلها ويظبط لي الدنيا. طبعا الأسهل والأيسر والطبيعي إن أنا هحط البرنامج ده والبرنامج ده هو يتابع لي كل حاجة. النظام ده ساعات الشيطان بيتبعه معاك، انه يغرس جوه عقلك برنامج، والبرنامج ده هو كفيل ان هو يكمل معاك كل حاجة مضايقاك. البرنامج اللي هنتكلم عنه النهاردة هو برنامج الانتظار، اللي هو انا بس اخلص المدرسة واروح الجامعة كل حاجة هتبقى كويسة. اصل حياة الجامعة حلوة قوي غير المدرسة خالص. انا بس اخلص الجامعة لان التعليم كله بصراحة ممل، واول بس ما اشتغل الدنيا هتبقى كويسة. انا بس اتجوز واستقر والدنيا هتبقى كويسة. لا انا بس افتح المشروع الخاص بتاعي، لا انا بس اشتري كذا، لا انا بس العيال يكبروا، لا انا بس هعمل مش عارف ايه. وميت انتظار وميت مرحلة انت مستني كل مرحلة تخلص عشان تدخل في المرحلة اللي بعدها وتحس انك سعيد. المراحل اللي بتخلص دي هي عمرك، هي عمرك اصلا. كام سنة اللي انت مستنيهم يخلصوا او الكام شهر او الكام يوم دول عمرك اساسا. الاوقات اللي انت مستنيها تخلص دي هي عمرك، لكن انت تقدر تستمتع باللي في ايدك دلوقتي، تقدر تستمتع بالمتاح قدامك دلوقتي. الناس اللي متعودة تعمل كده دايما بتلاقيها لما حققت الهدف اللي كان نفسها فيه ما بتفرحش، ودايما يقولك والله انا كنت متخيل يعني ان انا هبقى مبسوط اكتر من كده، بس حسيت ان عادي يعني. وبعدين يدور على حاجة تانية، وما الحاجة التانية تحقق والله انا كنت معتقد ان انا، لان هو اصلا متبرمج على انه ينتظر، على انه يفضل في حالة انتظار مش في حالة استمتاع بالحال اللي هو فيه، ايا كان النتائج اللي هيوصل لها. وما يحقق نتيجة كويسة عادي يتبسط، ده حقه. وانا مش مبسوط لاني مش مبرمج على الانبساط، انا مبرمج على الانتظار. الحل انك تعيش هنا والان. انت عايش دلوقتي النهاردة، وعايزه اقولك يعني اللحظة اللي انت مستنيها هتغير لك حياتك وتغير لك الدنيا دي. يعني محدش عارف ايه اللي هيحصل في اللحظة دي، محدش عارف مين هيبقى موجود في اللحظة دي اصلا ومين مش موجود. لكن انت لو ركزت على النهاردة، اليوم اللي انت بتسمعني فيه ده، انت عندك عينين شايف بيهم، وعندك اذن بتسمع بيها، وعندك بيت، معاك موبايل في ايدك. انت عايش، انت عايش على قيد الحياة، سامع وفاهم وتتفاعل مع اللي حواليك. غمض عينيك وانظر للنعم الكتير اللي حواليك، وقرر ان انت ما تنتظرش اي حاجة. هل ده معناه ان انا هفضل طول عمري مش منتظر، طول عمري حاضر في اللحظة وطول عمري هنا والان؟ طبعا لا. لكن ما ينفعش ان يبقى ده البرنامج الرئيسي بتاعي. عادي ان انا منتظرة حاجة هتخليني مبسوطة اكتر، او معتقدة انها يعني هاسعد اكتر لما هوصل للحاجة دي. لكن اللي مش عادي ان انا افضل مضيعة مني يوم في شهر في سنة في عمر كامل عشان خاطر انا مستنية مراحل تخلص وتخلص وتخلص لحد ما الاقي العمر كله خلاص الاجل انتهى. فدلوقتي عيش حياتك هنا والآن، استمتع بالحاجة اللي قدامك. كل مما يليك دي يعني ساعات بحب استخدمها مش بس فكرة ان انا اكل من الطبق اللي قدامي، لا، كل مما يليك يعني استمتع بالحاجة اللي في ايدك دلوقتي على قد ما تقدر. اكتب لنفسك جملة تفكرك دايما ان اللحظة اللي انت عايشها دي هي لحظة مهمة، وانك موجود وانك حي النهاردة. فضلا عن فكرة انك تحمل هم بكرة، دي مرحلة تانية. انا بتكلم دلوقتي عن مرحلة اني مستني كذا يحصل عشان اكون سعيد. انت ممكن تبقى سعيد من دلوقتي.